اللي هيحصل؟ انا والله العظيم اجزم مش هجرى له حاجه. يوم ما حد هيكلمه مش هتقبض عليه والله، ولا هيتقفل له قناته، ولا اي حاجه هتجرى له، ولا اي بطيخ. لكن الناس اثارت السلامه، خلاص الناس كبرت نفسها، ولا احنا الستة هنتكلم في الموضوع كذا، يحرجوا بيه الدولة، يحرجوا بيه. لا يمكن، والله استحالة. لان هم عارفين ان القنوات الفضائية دي فرصة لتنفيس المسلمين عن ايه، عن يعني عن اتجاهاتهم الدينية في مصر. بدل ما كان الاول المسلم من ده يلتزم ويبتدي يخش بقى في ايه، في تنظيمات ارهابية تحت السلم، قال لك لا، خلوهم يفكوا عن نفسهم قدام عينينا. فسابوا القنوات الفضائية تطلع، وسابوا المشايخ يطلعوا اتكلموا للصبح في الصلاة وفي الفقه وفي الطهارة وفي اتكلم في الصبح، بس اتكلم في الحاجات دي. حلو جميل، كلم اله الناس، خلي الشحنة الدينية اللي عندهم تخرج في تعلم الدين، وده شيء عظيم. لكن في امور تانية ما ينفعش تسكت عليها في مقابل ان الناس تقعد تتكلم في الصلاة والصوم والزكاة. اعراض المسلمين بتنتهك. يعني المصلحة اللي انت بتجلبها دي لا يمكن ابدا تضاهي المفسدة اللي انت ساكت عليها. انتوا اللي علمتونا كده مشايخ على فكرة، معلومة، احنا الكلام ده احنا عرفناه منكم، احنا مش عارفينه من حد تاني يعني. فايه سر؟ طيب يعني الحاكم وليه اجندته، الاعلام وكافر وابن 60 كلب ومتآمر على الاسلام ومالوش لا في حرية ولا في احزان، هو عايز اي حاجة ضد الاسلام، دي حاجات كلها مفسرة. السكوت بتاع مشايخنا تبريره ايه؟ احنا يا ناس عادية، لا احنا مشايخ ولا احنا علماء ولا احنا طلاب علم، دمنا محروق وعايشين قرفانين من حياتنا ها بسبب القصة دي. القصة دي وغيرها من القصص لسه ما لمس قلوبكم؟ يعني احنا يا شوية عصاه ومذنبين، والقصة وجع قلبنا قوي، عامله لنا غصة، رغم ان احنا يعني ناس يعني عملنا خليط. لكن انتم المشايخ وانتم الناس الكبار واحنا والقدوة بتاعتنا واللي بنتعلم منكم لسه ما وجعتلكوش قلبكم القصة دي اللي بتتكرر؟ ده انا يا ريتها بتحصل مرة وتخلص، ده مرة واثنين، ده بقى سيناريو. بقيت بفتح كل يوم موقع اخباري خايف اسمع قصة واحدة اسلمت، بخاف، خايف هطلع لي بكرة بقيت تفاصيل خبر فلانة تم اختفائها النهاردة، بكرة اعرف انها اسلمت، بعد بكرة يتم تسليمها للكنيسة. نفس السيناريو، ما مش عايز اسمع سيرة حد اسلم. اللي يسلم يسلم في السر، احنا في بلد وسخة. يعني المفروض المسلمين الجدد دول يفهموا ويستوعبوا، اي واحدة عايزة تسلم بينك وبين نفسك يا حلوة، مفيش حاجة اسمها اسلم واقول لا اله الا الله علنا. انت في بلد ضد الاسلام، يعني ما تعمليش كده، هتقولي كده هيخطفوكي يا شابة. يعني دي انت بتغلطي غلطة كبيرة. ولا تروحي للازهر، اسلامك بينك وبين ربك وخلاص، عيشي زي امرأة فرعون. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ ما انت برضو كده حكمك حكم امرأة فرعون. هتعملي ايه؟ نصيحة لأي واحدة عايزة تسلم، لا تعلني اسلامك. نصيحة صح، لا تروحي الازهر ولا تعلني اسلامك، اللهم الا ان عرفت تسافري بره البلد الواطية دي وتروحي اي بلد تانية. اعلني بقى اسلامك بعدها في اي بلد، روحي اسرائيل واعلني اسلامك. نصيحة، ان عرفت تروحي اسرائيل، لو رحت اسرائيل واعلنت اسلامك محدش هيأذيكي. بصي روحي لندن، طب اقول لك روحي بيرو، روحي اي بلد الا مصر. ما هي اصل مصر بلد ام العجائب، بلد عجيبة، البلد الوحيدة اللي يسلم فيها يعاد غصب عن عين امه مسيحي. هو كده، هو كده، هو ده نظامنا. فاللي عايزة تسلم او عايز يسلم وعارف ان هيبقى في خطر على حياته، وعارف ان عيلته عيلة متعصبة، ولا عارف ان عيلته فيها اساوسة، يا حبيبي اسلامك في قلبك وخليك زي ما انت. ان عرفت تخلع من البلد وتعيش حياتك براحتك براحتك، اما طول ما انت فيها لا، خليك زي ما انت. الحكومة عايزاك تعبد خشبة،
اعبدوا الله. ما هو اللي يعلن اسلامه في بلد الاسلام حاليا يبقى كأنه بيلقي بيديه او بنفسه الى المهالك. فيعني الا لو عايز يموت شهيد صحيح، برافو يا كاوي. لو ناوي يستشهد لا خلاص مش مشكلة، يعني انت نواس استشهاد ده خلاص، يعني اعمل عمليات استشهادية وروح الازهر وقول لا اله الا الله محمد رسول الله في الازهر. طبعا انت كده كأنك بالظبط حطيت حزام ناسف حوالين وسطك معايا، لان تصرفك ده هيؤدي في النهاية اكيد يا اما لانك تتخطف وتتقتل، يا اما تتخطف وتتجنن، يا اما يكهربوك، يا اما حاجة يعني فاهم كده يعني. ده نصيحة بقولها لأي واحد بيفكر انه يعلن اسلامه في مصر، لان دي حاجة دلوقتي بقت واضحة. اللهم الا بقى لو قلتك مفيش شوية متعصبين، لان برضو في مصر في ناس كتيرة بيعلنوا اسلامهم وما فيش حد بيقرب منهم. انت بقى لما يكون واحد اهله مكبرين دماغهم، واحد ما فيش في عيلته بقى سوسة ولا فيهم ناس يعني عادي، لو انت شايف ان ما فيش خطر اعلن اسلامك. يعني القصة بتاعت كاميليا دي فيها 3 اعلنوا اسلامهم، يعني في نفس عيلة كاميليا في 3 اعلنوا اسلامهم اهو، ما حدش قرب لهم، العيلة يعني مش واخده بالها منهم مكبرين دماغهم. لكن تبقى مرات اسسه تعلن اسلامها دي كارثة، ابن اسسه يعلن اسلامه كارثة. دي بقى ايه اللي بتبقى فيها يعني حتة الكوارث اللي احنا شايفينها حاليا. فاللي شايف خطر على نفسه بالشكل ده يعلنش اسلامه، خليه، الحاكم عايز كده، هتعمل ايه لغاية ما الظروف تتغير، نسأل الله السلامة. فيعني الواحد والله قرفان، بس يعني وانا عارف ان انا كلامي قرفكم اكتر، بس يعني ده احنا بنصبر بعض. اللي محزنني قبل ما اسيب بالمايك ان حاجة زي دي وجع قلب الناس كلها بالشكل ده وتلف على الغرف الاسلامية. طب احنا بنقول ان احنا هنا في البلتوك معنيين بالمسائل دي، ده في البلتوك، وعندنا امل ان ربنا يعني يفرجها والوعي ده يتنقل بره البلتوك معايا. حتى البلتوك نفسه تخش الغرفة من دول تلاقي واحد مشغل تسجيل عبيط، تلاقي واحد عامل حوار مع مسيحي متخلف عقليا، تلاقي طب يا اخوانا في موضوع اهم، ده في بكرة وقفة احتجاجية ويعني الناس مخنوقة وفي حادثة مصيبة زي دي وانت مشغل تسجيل عبيط لباب السماء، مش عارف مشغل. انت بتعمل ايه؟ انت ايه يعني احنا بنقول عايزين الوعي ده يتنقل بره البلتوك، ده مش موجود في البلتوك حتى. يعني المأساة انه حتى في البلتوك مش موجود، يعني حتى الناس اللي بيقولوا احنا بنقاوم التنصير يا جامد. طب انت بتعمل ايه في موضوع خطير زي ده؟ يعني اقل واجب يعني اتكلم في الموضوع وعرف الناس، يعني اللي داخل في غرفتك استفيد من العدد اللي في غرفتك، زود وعي الناس كده، يعني اعمل شغل يعني. لكن الناس تلاقيها طول اليوم ملهية مع الحوار مع الضيف المحترم فلان، والمناظرة مع الضيف المحترم فلان، والتسجيل القنبلة لفلان، وادي الليلة كلها كل الغرف قائمة على نفس. يا اخوانا اتكلموا في موضوع الساعة، يا اخوانا المسلمات الجدد يعني عايزين دعم. طب يا اخوانا احنا هنا المفروض نبقى مهتمين بالموضوع اكتر من كده. اتكلم يعني، وعي، عرف، يعني ادعو. الدنيا كلها مش حوار مع مسيحي متخلف عقليا بيجي يضيع وقتك، مش الدعوة كلها كده، يعني مش كل حاجة لازم مناظرة ويلا ودعوات وانفايتات وايه وقطعته لا كسرته لا احرجته، يعني هو كده الليلة كلها كده يعني. تلاقي الضيف بص، الضيف وهدان، الضيف عبيط كده يعني، واعمل دعوات يا عم ويلا نهيص وايه وانا كسرته لا انت موتته لا انت مش عارف ايه. هو البلتوك هيفضل كده طول عمره يعني؟ هي الحياة تفضل في البلتوك كده يعني مش هتغير؟ خد يا عم حليم والسلام عليكم. الفترة ده بس في البيان مش عارف البرامج دي مالت الغرفة عندنا.